أتشرف بدعوة الشيخ البر ابن البر الكريم ابن الكريم من سلالة العلم والقرم والثقافة، الشيخ عبد اللطيف سعيد اللومي، فيتيفنا إن شاء الله بإلقاء قصيدة نحو توحيد صفوف العلماء. هذا هو عنوان القصيدة، ولا أستطيع أن أحدد للشيخ الوقت لأنني هو أكبر من ذلك. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. سعادة الأستاذ الدكتور علوي، إنني لقيتكم اليوم وقد سألت الله أن يكتب لي معكم لقاء جديدا آخر، لأنني استفدت منكم كثيرا. جزاكم الله كل خير. سعادة الشيخ المدير لهذا المركز الشيخ عبد القادر إبراهيم بخاري، سعادة الشيخ المختار أحمد المختار الذي اختاره الله، وجميع الحضور. إنني ليس من عادتي أن أقص الرجال بتحية، ولكن لديك المقام أنا أعترف بحضور الجميع. بسم الله الرحمن الرحيم. في المرة الثانية جزيت بفن الشعر والشعر مذهبي، داني أتغنى بالقصيدة كما فعل الشيخ أحمد الشوقي، إلا أن صوتي لم يكن ممتعا. جزيت بفن الشعر والشعر مذهبي، وفيضته ما شاء ربي تزيد، ولي فيه شيطان. قال الأستاذ الدكتور أن شيطانه تركه لكنه ما زال يحضرني. ولي فيه شيطان ولست براجم، لشيطان شعري إنه لي مفيد، وآيات شعري لا يزال خيالها يمثل أرواحا بها أستفيد، وتلك رسوم لا أبا لك إنها تحدثني بالشعر ثم تجود، هنالك والله العظيم يجيئني هتاف وإلهام وفتح جديد، وأبدأ بسم الله ربي قصيدتي فعول مفاعل فذاك لقصيد. تعالوا معي إني أرى الدرب مشكلا على علماء الأسر كل كنود، لقد عاد هذا الدين يبكي تأسفا لأن رجال العلم فيه ركود، وكل بلا تحديد يحدث ضجة. وآياته عند الكلام جمود. نحن نشاهد هذا دائما على الفيسبوك. وكل بلا تحديد يحدث ضجة، وآياته عند الكلام جمود. هناك ترى جمرا جبيا مغفلا يفكك فينا شملنا ويبيد، هناك ترى من كان يأمل شهرة ويتعن في الأعراض وهو أنيد، هناك ترى جمرا يهدد عالما بكل هراء والكناذا أكيد، وجاب حياء الناس حتى تجننوا
يسبون من سادوا وذاك خمود وقوم يسبون الإلوري آدم كذلك إبراهيم شيخ إن كنت من الذين يفعلون هذا لك وقوم يسبون الإلوري آدم بارك الله فيكم وفي وراحت جياد المشركين تطاولت على الطعن في الإسلام ذا لشديد وسرت أنا الباكي ومن راح قلبه يهن لهذا الدين وهو مجيد فيا أيها السادات يا قادة الورى أناديكم نحو الوئام فعودوا لقد قيل إن الاختلاف فلا رحمة ولكن تشتيت الصفوف وعيد لقد آن يا سادات أن تتشمروا لقد آن يا سادات أن تتشددوا على رد أفعال بها نستبيد وعودوا عن التكفير والسب بالردى وقول السلام إن سمعتم أعيدوا وقول السلام إن سمعتم أعيدوا وقول السلام إن سمعتم أعيدوا ألا إن توحيد الصفوف لقوة وفرقتنا ضعف وفيل طريد ألا إن توحيد الصفوف فضيلة يباهي بها الإسلام ثم يجود ثم يشهد ألا إن توحيد الصفوف في أسائل هو المجد والعلياء ثم الصعود فهذا هو الإسلام بل هو أحسن من الطعن في الأعراض ذاك المبيد من الطعن في ومن طاب أكلا لا يرد مقولتي torí yẹn bá pé tó mu kó bàbá aláwọ̀ mi ni tó bá mu kọ́ gbóná wọ́n máa ń tọ́ bà ákílán láyé rúdúmọ̀ kó láti ṣèwálẹ̀ abúláhélé máa lè ọ̀nà wá kànúdù alahamishil qasida tabassama thagiri indama shufutu ma bana akul majidu ay mukhtaruna man yajudu tabassama thagiri indama shufutu ma bana akul majidi ay mukhtarana bana haraman ẹ̀dàkùn èèyàn lè ti rí tẹ́lẹ̀ àmọ́ ní táwa gbọ́ yé tá a fi kọ́ ilé yìí téèyàn bá gbọ́ yé yóò tún mọ́ tún wò ni ọlọ́run ló mọ ìgbà tí mo ti wo fọ́tò ibi kí n tó débì àbí ìbá débì mo ṣe ra mi ni. bana haraman lili elimi wa dini wa li ola jazao ila ole arishi khairan yufedu jazao ila ole arishi tabassama thagiri taban na wa pe agbo wa sila atan na wa lo ama ku ni tabassama thagiri inda ma nilituma abana akul majidi ay mukhtaruna man yajudu bana haraman lil ilmi wad dini wal ula jazao ila ula arishi khairan yufidu uqasimukum ya ahla bariha ma farihatan wala na'alakum ba'da hadha jumudu ubariku fikum
شيخنا ومديرنا. ẹ dákun ẹ farabalẹ̀ fún mi torí Ọlọ́run. Bàbá wa Al-Mudir, àwọn yẹn ti sọ ohun tó pọ̀ nípa yín. Ọ̀nà táwa lè gbé gbà ní ẹ̀yin lẹ́ni ń kọrin wá. Wàláhì Ọlọ́run ṣàánú ẹ kú oríire sà. Mo ṣe wàhálà. So sì wà lẹ́nu ẹ̀. Mo sì wà lẹ́nu ẹ̀. Kò tí ì bọ́ mbẹ̀ kí ni sọ fún wa kó ń ṣe wàhálà. Wọ́n sì ń ṣe lọ́wọ́ lọ́wọ́ wì. Àmọ́ mo ṣe wàhálà àmọ́ Ọlọ́run bá mi fòpin sí i. Ó ń tàn lọ lórí ire. Ọlọ́run já wa náà ó sórí ire. Tá a bá nípa irọ́ ẹ ó pun lẹ̀kùn yí kalẹ̀ àìmọ́ yí ọmọ ní òwà rẹ́dísà rẹ̀ síbi wọ́n kó nbí kan bọ́ síbi ni. Ubariku fikum shaykhana wa mudirana ala hadhihi na'ama idawma tasudu ala hadhihi na'ama idawma wa rahmatu rabbi la tazalu tajaddudan ala shaykhi bera imaman la yakidu ala shaykhi bera ima. Èyàn lè má gbọ́ bí iye wallahi ladim dédé bẹ́ẹ̀tù tí màá kọ fún bàbá mi Ọláwùmí ni mo kọ fún bàbá Sheikh Ibrahim yìí. Torí pé bó ti rí gangan náà nù bí bàbá ẹni ò bá ti da ìrìn àjò ẹni rú tó sọ́nà bẹ́yìn ó ti rí koro tó máa mú bí ó ti máa rí náà ni wàláhì làdìm. Bàbá mi mutí mọ́ yàtọ̀ sí bàbá mi ò mutí rí. Wàrà hamatu rabbi látàzà lótàjà àdòdàn. على شيخ برا إماما لا يكيد صلاة وتسليم ورضوان خالق على خير خالق لا إيمان لا يؤبه. وفي اللحظة الأخيرة أقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله كبر الله. أهلا. صراحة لا أدري ماذا أقول. لقد أدهشتني القصيدة وأثبت في الشاعر أنه شاعر. قال أمير الشعراء شوقي: الشعر ما لم يكن ذكرى وعاطفة وحكمة فهو تكتيء وأوزان. هذا للشعر بمعنى الكلمة. أنا لست ناقدا، أنا بلاغي. والفرق بين الناقد والبلاغي أن البلاغيين لا يرون إلا المحاسن، أما النقاد فهم الذين ينظرون إلى المحاسن والمساوي، أما نحن البلاغيين لا يؤمنا إلا المحاسن. والبيت الأول هذا يذكرني ما قلته في ديواني الأول جنة الأشعار، كأن هناك توارد الأفكار هنا قبل أن يسلم شيطان الشعري. لما قال الشيخ الشاعر عبد اللطيف لما يقول: جزيت بفن الشعر والشعر مذهبي وفيضانه ما شاء ربي تزيد. فهذا البيت يشبه تماما لو تذكر أستاذ الفتاح بيت قلت فيه: ولدت بالشعر والأوزان في عنقي وقد غشتني القوافي عند ميلادي، أدمعت عند ولادي أطيب الأدب وأبرتي سترت أثار إنشادي، فكان ميلاد شعري يوم ميلادي.
وهذا البيت أيضا يشبه قصيدة أخرى في الديوان أقول فيه الشعر طبعي وإن الوزن في عنقي يجري كجري دمي في كل أوقاتي إن شئت ياتي رقيقا لينا سلسا أو شئته ساخنا ياتي كالنيران خدمت شيري حتى صار يخدمني إذا دعوت يلبي كل أوزاني تقريبا كأن هذا البيت يصور هذه الأبيات. فالدكتور الشيخ عبد اللطيف ذكرني أيام كنت شاعرا حفظ الله الشيخ. فهذا الذي نريد. إن هذا المجلس والله أعجبني كثيرا فلو لم ألبي دعوة الشيخ والله لندمت لأنني علاوة على أني كنت أترأس هذه الجلسة لقد استفدت كثيرا جدا. هذه القصيدة أقول لكم سوف تكون موضوع بحث علمي في جامعتنا وسوف أكلف طالبا من الطلاب أن يدرس هذه القصيدة دراسة أكاديمية وستأتي نسخة من البحث إن شاء الله إلى الشاعر الشيخ عبد اللطيف عن قريب إن شاء الله. ولعلك ستتلقى بعض المكالمات من بوتي لا تستغرب عندما تتلقى هذه المكالمات فهي مكالمات الباحثين إن شاء الله. أنتم شعراء تكتبون والنقاد والمحللون القرآن يقول كراما كاتبين يعلمون ما يفعلون. هناك كراما كاتبين هناك الذين يعلمون ما يفعلون يختلفون. جزاكم الله خيرا جزاكم الله خيرا. أنا مشكور جدا بهذه القصيدة وكل ما ورد فيه من الدعاء للمدير وللشيخ أحمد والأسرة أبينا الشيخ إبراهيم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون دعوة مستجابة إن شاء الله. هذه الأسرة أسرة مباركة والله أسرة مباركة. قل أن تجد مثل هذه العلاقة وهذه الرابطة بين أولاد العلماء. لقد ضربت لنا مثلا حسنا ونريد من جميع الإخوة أن يقتدوا بهذا الأصل. الله يعلم حيث يجعل رسالته. نسأل الله لكم المزيد من الفتح والتوفيق إن شاء الله. الآن ننتقل إن شاء الله إلى مداخلة أخرى من أستاذنا أحمد الشيخ أحمد. نريد منكم مداخلة قبل أن ننتقل إلى قصيدة أخرى. ونريد من الإخوة الشعراء في جنوب نيجيريا أيضا أن يشاركوا في تلك الحركات الأدبية في نيجيريا. الآن هناك نادي الشعراء في نيجيريا وأولا يمثلون الدولة نيجيريا في تلك المهرجانات الشعرية في العالم. فأنا هنا أدرك بأن معظم ما كثير من المنتوجات الشعرية في الجنوب بعضها أحسن من القصائد التي تلقى في تلك المهرجانات الشعرية في العالم. بالله حاولوا أيها الشباب أن تشتركوا في هذه المهرجانات والله يبارك فيكم. الآن ننتظر إن شاء الله الشيخ أحمد يأتي لأستاذ أحمد أبو بكر يقدم لنا مهرجان إن شاء الله. أهلا بكم.